مع أول برد في الشتاء بتلاقي الكحة والرشح مسيطرين على كل بيت، وبدل ما الناس تستنى الجسم يتعافى لوحده بتلاقيهم بيجروا على الصيدلية بيجيبوا مضاد حيوي، مع إن أغلب الأدوار دي بتبقى عبارة عن فيروس، والمضاد الحيوي مش هيجيب نتيجة خالص، والنتيجة إن دور البرد بيطول، وكمان في ناس بتدخل في التهاب جيوب أنفية من غير ما تاخد بالها. السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقول لك معلومه في السريع. تعالى اقول لك وافهمك ازاي تفرق بين دور البرد العادي وكمان دور التهاب الجيوب الانفيه. اول حاجه دور البرد العادي، وده بيجي من فيروس. اعراضه بتبقى عباره عن عطس ورشح وانسداد بسيط في الانف، كمان بيحصل صداع خفيف وكحه بسيطه، وغالبا بيخف في خلال اسبوع من غير ادويه تقيله. تاني حاجه هنتكلم عنها هي التهاب الجيوب الانفيه، ساعات بتظهر بعد البرد او كمان معاه. أعراضها عبارة عن صداع تقيل حوالين العين وكمان الجبهة، وكمان بيزيد لما تبص لتحت أو تنحني. إفرازات سميكة لونها أصفر أو أخضر، انسداد شديد في المناخير، وكمان بتفقد حاسة الشم والتذوق، وكمان ممكن يحصل حرارة وإرهاق. يعني الفرق الأساسي إن البرد أعراضه خفيفة وكمان بيعدي بسرعة، إنما التهاب الجيوب الأنفية بيبقى أعنف وكمان أطول. تعال أقولك على أهم الأسباب. البرد سببه فيروس بينتقل بسرعة في الشتاء. التهاب الجيوب الأنفية بيحصل بسبب إن دور البرد ما اتعالجش صح أو كمان طول، وكمان حساسية الأنف بتخلي المخاط يزيد وبيسد الجيوب الأنفية. الجو الملوث أو التدخين، وكمان ضعف المناعة ليها دور كبير جدا. تعال أقولك إزاي تفرق بينهم. لو الأعراض خفت تدريجي وكمان في أقل من أسبوع يبقى ده برد عادي، لكن لو الأعراض بتزيد أو مستمرة أكتر من 10 أيام يبقى ده التهاب في الجيوب الأنفية. لو المخاط لونه أبيض أو شفاف يبقى ده برد، لكن لو المخاط لونه أصفر أو أخضر يبقى ده التهاب في الجيوب الأنفية. لو الصداع بسيط أو مش مستمر يبقى ده برد عادي، لكن لو الصداع ثابت وضاغط حوالين العين والجبهة يبقى ده التهاب في الجيوب الأنفية. تعالوا نتكلم عن أهم حاجة وهي العلاج. اول حاجه هنبتدي بيها هي الانتي هيستامين. مضادات الهستامين دي بتقلل العطس والرشح وكمان الكحه، زي التلفاس وكمان الزيرتك واللوراتيدين. مفيدين جدا لو في اعراض حساسيه واضحه، لكن مش اقوى حاجه في علاج الاحتقان. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الأقراص اللي بتحتوي على مضادات الهستامين ومزيل للاحتقان وكمان المسكن، زي الديكانسيت والترايميد فلو وكمان الكونجستات. دي بتعالجك بسرعة من معظم الأعراض زي الرشح والانسداد وكمان الصداع، لكن ممنوعة مع مرضى الضغط وكمان القلب، ولازم استخدامها يكون لفترة قصيرة. تالت حاجة هنتكلم عنها هي بخاخات الكورتيزون، زي النازونكس والرينوكورت وكمان الافامايز، ودي أهم علاج لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن وكمان الحساسية. لازم استعمال يومي منتظم وكمان كورس كامل عشان يجيب نتيجة. تأثيره بيبدأ بعد أيام والنتيجة الكاملة بعد أسبوعين تقريبا. رابع حاجة هنتكلم عنها البخاخات اللي بتحتوي على الكورتيزون وكمان مضادات الهستامين، زي الازيلاست بلس وكمان التيكانيز بلس. دي بقى بتدي تأثير أسرع من التانية، لأن مضادات الهستامين بتريح العطس والرشح فورا، والكورتيزون بيقلل الالتهاب على المدى الطويل. مناسبة جدا للناس اللي عندهم حساسية شديدة واحتقان متكرر. في حاجات لازم تعرفها، ان النقط اللي بتحتوي على مادة الاوكزيميتازولين زي الاوتروفين ممكن تستخدمها من 3 ل 5 ايام بس، ودي لانها بتعمل ريباوند كونجيشن وبالتالي هتزود الاحتقان. المضاد الحيوي مش اول اختيار وبيتاخد بس في الحالات البكتيرية. تعالوا نعرف امتى تروح للدكتور. اول حاجة لو الاعراض زادت بعد ال10 ايام بدل ما تتحسن، لو في حرارة عالية او صداع شديد مش بيستجيب للمسكنات، او لو في افرازات سميكة جدا معاها دم او كمان رائحة كريهة، او كمان لو الاعراض بتتكرر بشكل متكرر طوال السنة. تعالى اقولك على شوية نصايح هتفيدك جدا. شرب سوائل دافية كتير بتساعد على تسييح المخاط. اغسل مناخيرك بمحلول ملح هيساعدك جدا على التنفس. البخار او الدش سخن هيقلل الاحتقان وكمان هيريح النفس. النوم على مخدة عالية عشان الاحتقان يقل بالليل. لازم تتجنب التدخين وكمان الروائح النفاذة. متاخدش مضاد حيوي على كل دور برد. متستخدمش مضادات الاحتقان اكتر من 5 ايام. البرد العادي بسيط وكمان بيتحسن في اسبوع. التهاب الجيوب الانفيه اطول واخطر ومحتاج متابعه. العلاج مش دايما مضاد حيوي، في بدائل كتير زي الانتي هيستامين وكمان الكورتيزون. اهم حاجه التشخيص الصح واستخدام العلاج المناسب في الوقت المناسب. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليك. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.